هلا وشباب، شلونكم؟ اليوم راح نغوص بموضوع كلش مثير، القطب الجنوبي. اي نعم، هذا الجدار الجليدي اللي هواية ناس يعتقدون انه هو نهاية العالم. خلونا ندخل بالموضوع شوية حتى نفهم كل التفاصيل. اول شيء، القطب الجنوبي اللي نسميه انتاركتيكا هو ابعد نقطة بالكرة الارضية، موجود جوا بنهاية الخطوط الطولية. طبعا هي قارة كاملة لوحدها، أو خلينا نقول 90% منها مغطاة بالثلوج. زين، أول سؤال يجي ببالنا، شلون اكتشفوها؟ ومن اللي اكتشفها؟ سنة 1911 وتحديدا 14 ديسمبر، المكتشف النرويجي رولد أومندوسن وفريقه اللي يتكون من 4 أشخاص كان أول ناس وصلوا لهناك. وبعدهم بأسبوع جتي بعثة بريطانية بقيادة روبرت فالكون. لكن الغريب أن روبرت وأعضاء فريق ال4 توفوا هناك، وما لقوا جثثهم إلا بعد 200 يوم. ومن هنا بدأت الحيرة. طبعا القارة اللي اكتشفوها سموها انتاركتيكا، هي 5 أكبر قارة بمساحة 14 مليون كيلو مربع. زين، نرجع للي تعلمناه مدارسنا. القطب الجنوبي عبارة عن جبل جليدي ضخم منعزل، وماكو بيه غير الجليد والبطاريق. لكن السؤال هنا، إذا هو مجرد جليد وبطاريق، ليش ممنوع أي شخص يروح لهناك؟ صحيح أكو ناس راحوا وأكو رحلات سياحية، بس تتفاجأ لما تعرف أن عدد السياح كل سنة ما يتعدى 400 شخص، وتكلفة الرحلة توصل 105 ألف دولار بالأسبوع. يعني حتى لو عندك فلوس لازم تقدم طلب، وهم يقررون إذا يقبلوك لو لا. بعدين خلينا نرجع لسنة 1959 لما اجتمعت أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي واليابان وإياهم 12 دولة، وسووا معاهدة تمنع أي نشاط عسكري بالقطب الجنوبي، وتسمح فقط بالأبحاث العلمية. بس للأسف هاي الأبحاث ما تطلع للنور، وهذا يزيد الشكوك. لأنك لو تدخل على جوجل إيرث تشوف قواعد كثيرة على أطراف القارة، فليش ما تنشرون المعلومات شنو اللي دا يصير هناك بالضبط؟ وخلال الحرب العالمية الثانية كانت هناك قاعدة عسكرية ألمانية، ويقال أن هتلر كان مسوي قاعدة سرية هناك ويجري تجارب متطورة. أمريكا من خوفها أرسلت بعثة بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد، واللي يقول أنه شاف أشياء ما تشبه البشر، مدن كاملة وأجسام عملاقة تطورهم فوق الخيال. يقال أن الحكومة الأمريكية وقعتها على تعهد حتى يسكت وما يتكلم، بس بعد وفاته طلعت قصته من جديد، وابنه نشر مذكراته اللي كتب فيها كل شيء. الموضوع كله خيال لو حقيقي. ليش ممنوع الطيران فوق القطب الجنوبي؟ ليش الرحلات تأخذ وقت طويل بين دولة قريبة من القطب؟ خلينا نرجع شوية للموضوع ونبدي نسأل، ليش كل هالسرية على القطب الجنوبي؟ ليش الحكومات ما تريدنا نعرف شنو دا يصير هناك؟ اكو ناس يقولون ان جوا الثلج اكو حضارات قديمة، مدن مفقودة، وحتى تقنيات متطورة. شوف، اكو نظرية تقول انه القارة كانت منطقة معتدلة مليانة بالحياة قبل ملايين السنين، وبعدين انقلبت الامور وتغطت بالثلج بسبب تغير مناخي. يعني ممكن اكو شي من ذيك الايام باقي لحد الان وما حد يريد يكتشفه. وعلى طار الحضارات القديمة، اكو خرائط قديمة اسمها خريطة بيري ريس اللي انرسمت 1513 وتبين بوضوح قارة القطب الجنوبي. بس المشكلة انه انرسمت قبل ما احد يعرف بوجود القارة. هاي الخريطة شلون اجت؟ وهل فعلا كانت اكو حضارات قديمة تعرف اسرار العالم بطريقة ما؟ ولازم نذكر موضوع التجارب العلمية، خصوصا البحوث اللي تتعلق بالمناخ والاحتباس الحراري. وطبعا يقولون انه مكان القارة مثالي لهاي البحوث بسبب الثلج اللي محافظ على نفسه لملايين السنين. لكن الناس دا يقولون هم انه اكو بحوث مخفية تتعلق بالتطور البشري او اكتشافات جيولوجية او بيولوجية ما يعرفها احد غير اللي يعمل هناك. والله اكو ناس تروح ابعد من هيجي وتقول انه اكو مخلوقات فضائية تتعاون ويا بعض الحكومات، ويمكن اكو مختبرات تسوي تجارب سرية على الحمض النووي وتطوير البشر.
أو حتى أسلحة ما نعرف عنها شيء. السؤال هنا ليش معاهدة القطب الجنوبي تمنع الاكتشافات الفردية؟ ليش فقط أكو ناس معينة وبرامج حكومية تقدر تروح وتشتغل هناك؟ أكو اعتقاد بوجود موارد طبيعية ضخمة تحت الثلوج مثل الفحم والمعادن والنفط، لكن بسبب المعاهدة ممنوع التنقيب والاستغلال التجاري لهاي الموارد. مثل ما ذكرنا سابقا أكو هواي نظريات مؤامرة وأسرار محيطة بأنتاركتيكا. بعض الناس يعتقدون أن هناك قواعد سرية، حضارات مفقودة، أو حتى وجود كائنات فضائية. طبعا سكانهم نسبة جدا بسيطة، اللي هو ماكو سكان دائمين في أنتاركتيكا، بس أكو حوالي 1000 إلى 5000 شخص يعيشون هناك بشكل مؤقت ضمن محطات الأبحاث خلال العام حسب الموسم. أنتاركتيكا هي المكان الوحيد بالعالم اللي ماكو بيه ولا نبتة خشبية. الشمس تشرق مرة واحدة بالسنة وتغرب مرة واحدة أيضا، يعني عندهم ليل طويل ونهار طويل جدا حسب الموسم. ومن الشغلات المثيرة والغريبة هناك أكو شلالات يسموها شلالات الدم، وهي مياه مالحة مليانة أكسيد الحديد تطلع من تحت الجليد باللون الأحمر. مثل ما ذكرت شلالات الدم موجودة بوادي تايلور بالقارة الجنوبية، والمياه مالتها لونها أحمر مثل الدم. السبب هاي المياه تحتوي على كمية عالية من الحديد، ولما تتفاعل مع الهواء تصير بلون أحمر قاتم. لكن من وين جاي هاي المياه؟ العلماء يعتقدون أنه جاية من بحيرة قديمة مدفونة تحت الجليد كانت محبوسة لملايين السنين. أكو بحيرات مدفونة تحت الجليد مثل بحيرة فوستوك اللي ما انكشفت للهواء لمدة 15 مليون سنة. الباحثين اكتشفوا بكتيريا وكائنات مجهرية بداخلها اللي ممكن تكون أقدم من البشر. هاي الكائنات ممكن تكون عايشة ببيئة مشابهة للكواكب الثانية، وهي شيء يخلي العلماء يفكرون بإمكانية وجود حياة على المريخ أو الأقمار الجليدية. وأكو نظريات مؤامرة تقول أن هناك قواعد سرية بنيت من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأن هتلر كان عنده نية يستخدم القارة كملجأ إذا خسر الحرب. بعض النظريات تزعم أن النازيين طوروا تكنولوجيا متطورة هناك مثل الصحن الطائر UFO، وأكو ناس يؤمنون أن القارة الجنوبية تحتوي على قواعد فضائية مخيفة تحت الجليد، وأكو ناس يؤمنون أن القارة الجنوبية تحتوي على قواعد فضائية مخفية تحت الجليد، وأن الحكومات الكبرى تعرف بهذا الشيء لكنها ما تكشف للعالم. بعض الأشخاص يقولون أنهم شافوا أشياء غريبة بالسماء فوق القارة، ويتحدثون عن اتفاقات سرية بين الحكومات. ورغم أن أنتاركتيكا تعتبر أبرد مكان على الأرض، أكو بحيرات تحت الجليد مياهها ساخنة بسبب النشاط البركاني. مثال على هاي البحيرات هي بحيرة إيكوستون اللي يعتقدون العلماء أنها تحتوي على مياه درجة حرارتها تقريبا 25 درجة مئوية. السبب وراء السخونة هو النشاط الحراري من براكين تحت الأرض. وخلال السنوات الأخيرة اكتشف الباحثون هياكل عملاقة مدفونة تحت الجليد عن طريق صور الأقمار الصناعية. أكو من يعتقد أنها بقايا من حضارات قديمة أو حتى مدن غامضة. هاي الاكتشافات ما زالت بحاجة إلى تفسير علمي وواضح، لكنها تثير فضول خيال الكثيرين. القارة الجنوبية تشهد بعض الظواهر الضوئية الغريبة مثل الأضواء الجنوبية أو الأوروروا، لكن أكو تقارير عن ضوء أزرق ساطع يظهر فجأة بالسماء ويختفي بشكل غير مفسر. البعض يعتقد أنه ناتج عن تجارب سرية أو تفاعلات غريبة بالطاقة. وأكو تسجيلات لأصوات غريبة تم تسجيلها تحت الجليد. هاي الأصوات تكون على شكل صرير أو نبضات مصدرها غير معروف تماما. بعض العلماء يعتقدون أنه ممكن يكون نتيجة حركة الجليد، بينما آخرين يعتقدون أنه ممكن يكون ناتج عن نشاط بركاني أو حتى كائنات حية غير مكتشفة بعد. وتحت الجليد أكو أنهار كاملة تتحرك ببطء. هاي الأنهار الجليدية تكون مثل سيل الجليد ضخم تتحرك بأمتار قليلة بالسنة، لكن ممكن تبتلع أي شيء بطريقها وتخفيه للأبد، في ذلك معدات علمية أو حتى بقايا كائنات قديمة. وأكو صور للأقمار الصناعية تظهر أحيانا هياكل غريبة مدفونة تحت الجليد، بعضها يشبه الأهرامات أو المدن
المفقودة. البعض يعتقد أنها بقايا حضارات قديمة موجودة قبل أن تصبح القارة مغطاة بالجليد، في حين آخرون يعتقدون أنه هياكل طبيعية ولكنها تتشكل بأشكال هندسية غريبة. وهيك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الغامضة وياكم بأعماق القارة الجنوبية، وهذه الأرض البيضاء اللي تحمل بداخلها أسرار غريبة ومخيفة ما نعرف نهايتها بعد. انتاركتيكا مو بس مجرد جليد وثلوج، هي حكاية عجيبة تنتظر من يكتشفها. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو ويا أصدقائكم اللي يحبون الأشياء الغامضة مثلكم، ولا تنسون تكتبون بالتعليقات شنو أغرب معلومة سمعتوها اليوم. وإلى اللقاء بحلقة جديدة، في أمان الله، مع السلامة.